فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ممتاز أمام المرمى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كده تبقى البطة الحمد لله ربنا كرمنا ورضانا منها. طلعت البط اللي كان تحت منها، طلعت معاهم كام كتكوتة هم زي ما احنا شايفينهم. فضل ونعمة وعدل من عند ربنا. ربي وخلي عندك سلالة تنتج معاكي طول السنة. أي طيور بنربيها يا جماعة أنا بكون حريصة إن أنا أربي بط يكون سلالة، اكون حريصه ان رب روم يكون سلاله. يعني ايه سلاله؟ يعني يرقد ويجيب معاكي وزن كويس. هي دي معنى كلمه سلاله، يرقد ويجيب وزن كويس ويعيش معاكي لسنين وسنين. اي طيور بتطلع عندك من الرقد صدقيني مش محتاجه تحصين ولا محتاجه اي حاجه ايا كانت خالص. طيور الرقد مش محتاجه تحصين. عشان كل الناس اللي بتقولي طب نحصن البط ايه، طب نحصن الفراخ ايه، ما هماش محتاجين اساسا تحصين يا جماعه والله، لان المناعه بتاعتهم ما شاء الله بتكون قويه جدا جدا. ولا محتاجين معاك اي حاجه، محتاجين اهتمام ورعايه. طبعا حابه تسيب الام تربي عيالها هتسيبيها، مش حابه خلاص. انا كده كده بشيل البطه اربيه وبسيب البطه ان هي بترجع تبيض تاني بعد اسبوعين بالظبط. تلاقي البطه رجعت ان هي تخرج بيض جديد وترقد عليه. ويعني كل شهرين بالظبط سلاله البط المسكوف الخليط دي بتطلع بطن جديده. كل شهرين بالظبط بتطلع بطن جديده من البط. اذا البطه بتطلع في السنه 6 بطون. دي ميزه السلاله دي، تطلع 6 بطون. بس ليه؟ علشان بقطف منها البط من عمر يوم، ما بسيبهاش تربي البط. لو بتسيبها تربي البط ممكن في اخر السنه تطلع معاكي 3 بطون بس في السنه، 3 أو 4. دي حاجه بقى ترجع لحضرتك.